محضر وكل واحد عنده حاجه يقولها. استعباط مش عايز. فندم حضرتك والله العظيم ثلاثة ولا طلع على مجد اخويا وعليا العورني زي ما انت شايف كده وهو بس يلا، انا عارفك وعارف مجد اخوك وعارف الاستعباط بتاعك. عمرك يا باشا. معيش الا اختي يا باشا امان. من يوم ما دخلتي بيت رجب وما بتعمليش حاجه، زيك زي قلتك. يا بيه مش انا قلت لك الموضوع بتاع سفريه مرسى مطروح؟ انا قلت لك عايز مكان المخزن وميعاد اي تسليم، غير كده يبقى تضييع وقت ملوش لازمه. شويه وقت يا منتصر بيه، شويه وقت. ماشي يا شروق، وانت كنت بتعملي ايه هنا؟ اصلي حسيت بشويه تعب فقلت اما اجي اكشف، بس الحمد لله الدكتور قال لي مفيش حاجه. الف سلامه يا شروق. الله يسلمك يا باشا. ركزي شويه. حاضر. اتفضلي. يلا يا صفاء. يلا. سما. ايوه يا فندم. عايزك تعرف لي البت دي كانت بتعمل ايه هنا. تمام يا باشا، حاضر. بسرعه. عايزه ايه؟ عايزه اصفي الدنيا بينك وبين لبنى. انهي دنيا ياما؟ انت هبله ولا ايه؟ انت رايحه تجوزي البت من ورايا وجايه تقولي لي تصفي الدنيا؟ دي ضناك يا فرج، والبنت بتحب الواد وانت اللي وقفت ضدها، وكمان بتقول لها انا متبري منك. البنت مقهوره. لا والله، هي اللي مقهوره ولا انت خايفه لما تبرى منها ما تورث فابنك ما ياخدش فلوسها؟ طب اسمع بقى، انت لو بوظت الجوازه دي ولا طلقتها منه، انا هقول للبنى انها بنت اخلاص كبري. كانت بتكشف وطلعت حامل سيادتك. حامل؟ لسه متجوزه رجب ولا حامل من مختار؟ انا خايفه عليكي قوي يا قلب اختك، لو الحوار بتاعك ده اتعرف الراجل الاقرع ده مش هيسكن. القرع دول يخوفوا قوي يا قشقش، ده بيقول لك لا تسمع للاقرع ولا تاخد منه في يوم نصيحه، لو ربك بيحبه كان ساب له راسه صحيح. اقرا ايه وصحة ايه يا صفاء؟ انا ما قداميش حل تاني، لازم اقول لرجب ان البطن ده ابنه، غير كده ابقى بحط على نفسي. الو. ايوه يا حاج عبد العاطي. ايه يا بنتي؟ في حاجه؟ انا سمعت الست قشقش بتقول لاختها ان في بطنها عيل مش ابن الحاج، وهتقول للحاج ان هو ابنه. لا والله. والله مش بس كده، ده اختها بتقول لها تخاف من الحاج لانه اقرع. ها ايه رايك في شغلي؟ مبسوط مني؟ مبسوط. اقفل انت دلوقتي. يا خالي، مال وشك مقلوب كده ليه؟